السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل سمك مقلي بطريقة جميلة جدا وطريقة سهلة. زي ما انتم شايفين شكل السمك والطعم مختلف جدا، طعم جميل. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنبدأ نعمل التتبيلة. هنضيف الكرفس، موجود الكرفس ماشي، مش موجود مفيش مشكلة. هنضيف نص حبة جزر، ونضيف الليمون، ونضيف حبة فلفل الوان، ونضيف التوم، وبعد كده نضيف الكزبرة الخضراء، وبعد كده نبدأ نضيف التوابل. نضيف الكزبرة مع الكمون، نضيف الجنزبيل، رشة من الكركم، وبعد كده هنضيف رشة من الكاري، ونضيف الملح والفلفل الأبيض، ونضيف البابريكا ومعلقة من الخردل، وبعد كده هنضيف شوية من الخل عشان نعرف نخلط التتبيلة كويس ونضربها في الخلاط، ونضيف شوية من المية، حاجة بسيطة. هنبدأ نتبل السمك بعد ما غسلناه بالملح والخل وصفناه كويس. هنبدأ نتبله. هنضيف التتبيلة، ونبدأ نقلب السمك كويس مع التتبيلة عشان السمك يشرب من التتبيلة. وزي ما انتوا عايزين، يعني الوقت اللي انتوا عايزينه تسيبوا السمك في التتبيلة عادي مفيش مشكلة. بعد ما تبلنا السمك هنبدأ نقليه، بس قبل ما ننزل بالسمك في الدقيق نكون متبلين الدقيق. نضيف عليه كزبرة وكمون ورشة من الكركم، ونضيف عليه الملح بحيث ما يغيرش طعم السمك معانا. ونبدأ نضيف السمك في الدقيق زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نقلي السمك في الزيت. وان شاء الله الطريقة تعجب الجميع، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، وان شاء الله الطريقة تعجب الجميع. وكل سنة وانتم طيبين. بعد ما قلبنا السمك في الدقيق كويس هنبدأ نقلي السمك، والزيت لازم يكون سخن معانا عشان السمك ما يشربش زيت كتير. بعد ما قلينا السمك زي ما انتم شايفين، وممكن بعد ما نقلي السمك ونطلعه من الزيت على طول وهو سخن نرش عليه رشة من الكزبرة بتديله نفس كويس. وان شاء الله الطريقة تعجب الجميع، وكل سنة وانتم طيبين.